انتوا عارفين ان فيلم الاسد الملك اللي تم اصداره سنة 1994 كانت فيه نسخة تانية مظلمة منه، واللي اتعرضت لفترة قصيرة وبعدين تم حذفها من جميع انحاء العالم، واللي نهايتها كانت مختلفة تماما عن النهاية اللي احنا عارفينها. فاثناء المعركة اللي كانت ما بين سكار وسيمبا فوق الجبل، ولما سكار كان جاي يقفز عليه، سيمبا قدر ان هو يقلبه ويرميه من فوق. لكن فجأة سيمبا سمع صوت استغاثة جاية من تحت، وبص لقى سكار ماسك في حافة الجبل وكان عمال بيبكي وطلب منه الرحمة والمغفرة. فسيمبا رجع لشخصيته البريئة وأنقذه، لكن فجأة سكار شده من شعره ورماه من فوق الجبل، بس من حسن حظه ان هو وقع على صخرة او شجرة محروقة. وسكار وقف فوق الجبل وفضل يضحك بشكل جنوني لحد ما النار ابتلعته بالكامل. وبالمناسبة النهاية دي او النسخة دي من الفيلم انا عملت عنها حلقة قبل كده، وهسيب لكم اللينك بتاعها في اول كومنت للي حابب ان هو يطلع على الاحداث بتاعتها بالكامل.